بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب مفتوح؟ ايه تمام. الوقف والابتداء. علم التجويد أيها الإخوة يحرس النص القرآني من تغيير الحروف، لأن الحرف إذا تغير تتغير الكلمة ويتغير المعنى المنوط بتلك الكلمة. انتبهت كيف؟ يعني ضل، إذا قلنا ضل تغير المعنى. ضل يضل ضد الهداية، الضلال ضد الهداية، أما ظل يعني بقي. قال تعالى: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أرأيتم؟ فالتجويد يحرس النص القرآني من تغيير حروفه، وبالتالي تغيير الكلمات، وبالتالي تغيير المعاني. تمام؟ علم الوقف والابتداء يحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. يحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. مثلا بعض إخواننا يقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. ماذا فهمت؟ يعني يؤمنون بما أنزل إليك، وإيش كمان؟ وما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالآخرة. ليس هذا الذي أراده الله. وبالآخرة متعلقة بالجملة الآتية: وبالآخرة هم يوقنون، يعني هم يوقنون بالآخرة، فبالآخرة متعلقة بالجملة بعدها لا بالجملة قبلها. فعلم الوقف والابتداء يحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. كانت بعض القبائل يرسلون وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلام القبيلة، وعادة الوفد الذي يأتي يكون معه خطيب. من هو الخطيب؟ يعني واحد فصيح متعود على الخطابة. فجاء وفد إحدى القبائل، ووقف خطيبهم وقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما. ووقف. أتدرون كيف صار المعنى؟ صار المعنى: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد رشد. هكذا أسلوب العرب في الخطاب. قال تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها. إيش يعني وظلها؟ دائم. يقدر للثاني مثل المذكور أولا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما يعني فقد رشد. فقال له صلى الله عليه وسلم: اجلس، بئس الخطيب أنت. اجلس، لأنه غير المعاني. من يعصي الله ورسوله رشد؟ لا، كان عليه أن يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. هكذا كان عليه أن يفعل. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في السوق، فرأى مع أعرابي متاعا من الأمتعة فأعجبه، فقال له: أتبيع هذا؟ فقال الأعرابي: لا يرحمك الله. ماذا أراد الأعرابي؟ يعني لا أريد أن أبيعه. ثم دعا لأبي بكر بالرحمة، لكن سوء الوصل صار المعنى كأنه يدعو عليه بأن لا يرحمه الله. لا يرحمك الله. فهمتم؟ فقال له سيدنا أبو بكر: سبحان الله. وهذه كلمة كان يقولها رسول الله إذا تعجب من شيء. سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله؟ يعني ضع واوا بين لا وبين إيه؟ جملة يرحمك الله. فالوقف والابتداء أساس في فهم المعاني، وسوء الوقف وسوء الابتداء يغير المعاني. وضح؟
نرى على اللوحة علم الوقف والابتداء. هذه الأبحاث التي سنتعرض لها. علم الوقف والابتداء وفائدة معرفته، تعريف الوقف، أنواع الوقف، قاعدتان في الوقف، تنبيهات. علامة الوقف في المصحف، قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري، أمثلة على الوقف الاختباري، مقارنة بين الوقف والسكت والقطع. 10 السكتات الواجبة عند حفص من طريق الشاطبية، السكتتان الجائزتان، الأوجه الجائزة بين سورتي الأنفال والتوبة، علامة السكت في المصحف. 13 مسألة فرعية. إليكم التفصيل. علم الوقف والابتداء وفائدة معرفته، هو علم بقواعد، علم بقواعد يعرف بها هذه القواعد، يعني محل الوقف، محل يعني أماكن، جمع محل، محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. نعيد. هو علم بقواعد يعرف بها، أي بهذه القواعد يعرف إيش؟ محل الوقف ومحل الابتداء، مو بس محل الوقف، محل الابتداء أيضا في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. وفائدته صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. نعم. شو هذه؟ فيفسد المبنى ويتغير المعنى. المبنى يعني الحروف، المبنى مبنى الجملة، فيفسد المبنى مبنى الجملة ويتغير المعنى. وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. في معاني مترابطة، لما الإنسان يسيء الوقف أو يسيء الابتداء يقطع المعاني المربوطة مع بعض. انتبهتوا كيف؟ يعني مثلا عندك في أول البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب، هل معيب الإنسان إذا لقي المؤمنين أن يقول يا جماعة أنا مؤمن مثلكم؟ معيب شيء هذا الأمر؟ إذن ليس هذا الذي يعيبه الله عز وجل، وإنما لما تضع الصورتين إلى جانب بعضهما. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هنا يظهر النفاق. انتبهتوا؟ أما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ما في مانع. فكثير من إخواننا يقفون، افتح المصحف، هل فيها وقف؟ ما فيها. انتبهتوا معنى تقطيع المعاني المترابطة؟ كمان بعض، وين كنت انت؟ ما شفناك امبارح واولت امبارح؟ برا؟ ليش قاعد برا؟ مشان الهوا؟ وانا كل يوم عم دور عليك، لو عرفان ما كنت دورت عليك. انظروا قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كمان كثير من إخواننا يقفون هنا. طيب هلا مثل الذي جاءته الهداية فلم يستفد منها، هل مثله مثل الذي استوقد نارا؟ عرفتوا شو معنات استوقد نارا؟ هذه كان يأتون بحجارة يقدحونها هكذا فيتولد منها شرار. عرفتوا الشرار؟ أيوة. طيب هل هذا مثل الذي جاءته الهداية فلم يستفد منها؟ لا، هذا جزء من المعنى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذا كله مثلهم. ليس نقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ونقف ثم نقول فلما أضاء. لا يا حبيبي، هذا مربوط. لا تقطع المعاني المترابطة. انتبهتم؟ إذن وفائدته صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها فيفسد المبنى ويتغير المعنى. وكذا صيانته عن تقطيع المعاني المترابطة. تعريف الوقف، لما أقول أنا
بدي أقف. شو يعني أقف؟ هو قطع الصوت على كلمة قرآنية. لما قلنا قطع الصوت خرج إيش؟ عدم قطع الصوت على كلمة قرآنية، خرج إيش؟ على كلمة غير قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة. التنفس ما هو؟ إما شهيق أو زفير. النفس شهيق، تأخذ نفسا، هذا شهيق. وإخراج النفس شو اسمه؟ زفير. شهيق زفير. انتبهنا كيف؟ بزمن يتنفس فيه عادة. يعني شو معنات عادة؟ يعني بالطبيعة الإنسان بنية استئناف القراءة. لما قلنا بنية استئناف القراءة خرج عدم استئناف القراءة. واحد إمام مثلا قال من الجنة والناس وقطع القراءة، هذا مو وقف. هذا يعني قطع، اسمه قطع القراءة. القطع كالوقف لكن بنية قطع القراءة. الفرق بينهم بالنية. أنواع الوقف نرى على اللوحة، هذا لازم تفهموه وتحفظوه. تعريف الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بالنساء. أنواع الوقف: الوقف أيها الإخوة كما ترون على اللوحة قسمه العلماء إلى 3 أقسام. اختياري، يعني إنسان وقف على كلمة بمحض إرادته، هذا شو اسمه؟ اختياري. كأنه اليوم حر أكثر من غير أيام. هذا المكيف شغال لا حول ولا قوة. اختياري يعني وقف بمحض إرادته. اضطراري معناته في شيء جعله يقف. ما هو هذا الشيء؟ مثلا ضاق نفسه، ما عاد عنده نفس يكمل، لأننا نتكلم بهواء الزفير. لما نتكلم نحن كلنا بأي هواء نتكلم؟ بالشهيق ولا بالزفير؟ بالزفير. لا، شو بالشهيق؟ ما حدا بياخذ نفس وبيقرأ. نتكلم بهواء الزفير، الهواء الخارج. انتبهتوا كيف؟ طب هذا الهواء الخارج أليس له حد في الرئتين؟ محدود. فإذا لذلك دائما تعودوا قبل أن تبدأوا مقطعا قرآنيا أن تملأوا صدركم بالهواء بهدوء. بهدوء. يعني ما تعمل لا تقعد تشرق هيك. لا، بهدوء يا أخي، خذ نفس لكن بدون ما تطلع صوت، خاصة إذا في أمامك ميكروفون. انتبهتوا كيف؟ إذا الوقف إما اختياري، وقف القارئ بمحض إرادته، أو اضطراري، ضاق نفسه، يريد أن يعطس، يريد أن يسعل، نسي. هذه كلها اضطراري. أو اختباري. الاختباري أستاذه يقول له لو ضاق نفسك أو اضطررت كيف تقف على كذا، من باب الاختبار. هذا شو اسمه؟ اختباري. طيب، أما الاختياري اللي بيوقف عليه الإنسان بمحض إرادته، هذا قسمين: جائز وغير جائز. عرفتوا؟ جائز وغير جائز. والجائز 3 أنواع: يا أما وقف تام، هذا كله بس مدخل، سيأتي معنا. وقف تام اسمه، والثاني اسمه وقف كافي، يعني درجة ثانية، درجة أولى درجة ثانية، أو حسن، هذا درجة ثالثة. انتبهتوا؟ غير الجائز هذا شو اسمه؟ وقف قبيح. عرفتوا؟ واحد قال باسم البسملة، قال باسم ايش؟ هذا الوقف شو؟ قبيح. بسم الله، هذا حسن. ليه؟ لأنه جاب معنى حلو. بسم الله، شو بدك أحلى من هيك؟ لكن كامل؟ لا، مو كامل، لأنه اللي بعدها صفة. انتبهتوا؟ فهو حسن. بسم الله الرحمن أيضا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم تام، جاب العبارة كاملة. الحمد لله رب العالمين، الحمد، شو هذا الوقف؟ قبيح. الحمد شو؟
الحمد لله حسن، كلاتنا بنقول الحمد لله. الحمد لله رب قبيح. رب شو؟ الحمد لله رب، رب شو؟ ما قال. عرفتوا شو يعني شو؟ يعني أي شيء. أنا سامحوني أحيانا يخرج مني عبارات بالعامية. شو هذه يعني؟ إيش؟ أي شيء. أي شيء. طيب، الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ تام. انتبهتوا؟ الرحمن هذا حسن، الرحيم هذا تام. مالك هذا قبيح. مالك شو؟ مالك أي شيء. مالك يوم كمان قبيح. يوم إيه؟ أي يوم؟ مالك يوم الدين، هذا كافي. سيأتي معنا كل هذه. إذن المهم أيها الإخوة أن المتكلم يوصل معنى صحيح للسامع، يوصل معنى صحيح للسامع، لا يوصل له معنى ناقص. انتبهتوا؟ أنا حكيت للشيخ آدم حفظه الله نكتة حقيقية صارت عندنا في الشام. واحد عامي من عوام المسلمين عم يصلي العشاء وراء إمام، الإمام الله يهدي لا يجيد الوقف والابتداء. فقال الإمام: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا العامي سمع آمنا بالله وباليوم الآخر، شيء جميل ولا لا؟ قال: اللهم اجعلنا منهم. شو قال؟ اللهم اجعلنا منهم. فقال الإمام: وما هم بمؤمنين. فقال المأموم: لك. فقال الإمام: يخادعون الله والذين آمنوا. فقال المأموم: لك 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 لك. يعني ما هذه الورطة؟ وقع في ورطة، لأنه بالأول شو قال؟ اللهم اجعلنا منهم. انتبهتوا؟ والذي أوقعه فيها سوء الوقف من مين؟ من الإمام. هذه لك يعني كلمة عامية بمعنى بمعنى إيش؟ لا 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 لا. هذا هو الهيكل العام لبحث الوقف. اختياري اضطراري اختباري. الاختياري جائز غير جائز، الجائز تام كافي حسن، غير جائز يعني قبيح. الوقف التام أيها الإخوة، لما نقرأ في أول البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تمام؟ ثم نقرأ: إن الذين كفروا سواء عليهم. طب شو علاقة إن الذين كفروا بأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون؟ ما في علاقة. انتبهتوا؟ هذا اسمه وقف تام عند المفلحون. وأولئك هم المفلحون، هذا شو اسمه؟ وقف تام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل. عليم شو علاقتها وإذ قال ربك للملائكة؟ قصة جديدة، قصة جديدة. انتبهتم كيف؟ هذا الوقف التام الذي وقفت عليه بنهاية موضوع من الموضوعات. فنرى على اللوحة الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي. شو يعني تعلق لفظي؟ يعني إعرابي. ليس مر معنا فعل والفاعل لم يأتي، ليس مر معنا فاعل والمفعول به لم يأتي، ليس مر معنا مبتدأ والخبر لم يأتي. هذا كله مبني على الإعراب، على الإعراب. انتبهتوا كيف؟ ليس بينها وبين ما بعد تعلق لفظي بين قوسين إعرابي ولا معنوي.
يعني مثلا المعنوي مثل إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون والذين ثم قال أولئك على هدى من ربهم. هنا بين أولئك على هدى من ربهم واللي قبلها المعنى كمل، المعنى تبع الجملة كمل من حيث الإعراب، انتبهتوا كيف؟ لكن المعنى مربوط، يعني تعلق بالإعراب ما في. أولئك على هدى من ربهم، أولئك مبتدأ، انتبهتوا؟ لكن المعنى مشبوك ولا مو مشبوك؟ مشبوك. ففي بيسموه تعلق معنوي لكن ما في تعلق لفظي. لفظي يعني إعراب، دائما عم أكرر كلمة لفظي يعني إعراب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما علاقة كلمة المفلحون مع إن الذين كفروا؟ ما في، هذا تام. الوقف على المفلحون هذا إيه؟ تام. عرفتوا كيف؟ آخر الجزء الأول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس. ما علاقة ولا تسألون عما كانوا يعملون مع سيقول السفهاء من الناس؟ ما في. الإعراب مربوط؟ لا. طب المعنى هذا قصة جديدة. الآن عم بيتحدث عن موضوع القبلة وتحويل القبلة، انتبهتوا كيف؟ موضوع جديد. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم قال إيه؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما علاقة أن تذبحوا بقرة فجعلناها نكالا لما بين يديها وموعظة؟ ما في. معنى جديد، قصة جديدة. فكل ما انتهت قصة هذا شو اسمه أيها الإخوة؟ وقف تام. شو اسمه؟ انتهت سورة، وقف تام. كل ما بتنتهي سورة هذا شو اسمه؟ وقف تام. ليه؟ لأنه لا في تعلق بالإعراب ولا في تعلق بالمعنى. ليس في القرآن أنه هذه القصة تكملتها في سورة كذا، ما في هالكلام. انتبهتوا؟ إذا نعيد: الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ولا معنوي، لا هذا ولا ذاك. طيب ما الحكم؟ يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. لك أن تقول وأولئك هم المفلحون وتقف ثم تتنفس ثم تقول إيه؟ إن الذين كفروا. وضح؟ الوقف الكافي هذا درجة ثانية، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي، بس معنوي لا لفظي، يعني ما في تعلق بالإعراب لكن المعنى مترابط. يوقف عليه، ما في مانع قف عليه، لكن إيه؟ مثل الأول ويبتدأ بما بعده. انتبهتوا؟ لأنه صحيح في تعلق معنوي لكن إعراب ما في. مثل إيش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جملة هدى للمتقين أليست متعلقة من حيث المعنى بذلك الكتاب لا ريب فيه؟ هو لأنه التقدير هو هدى للمتقين. هو مين؟ الكتاب. ففي تعلق معنوي لكن لفظي ما في. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بما هدى للمتقين تعلق معنوي. انتبهتوا كيف؟ كل ما وجدت ما في تعلق بالمرة أو تعلق معنوي لك أن تقف وتبتدئ بما بعده. وضح؟ إذا ما في تعلق بالمرة هذا أحسن شيء، شو اسمه؟ تام. في تعلق معنوي هذا اسمه كافي. كلاهما يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف الحسن. الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. تصوروا؟ إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما كما ذكرنا منذ قليل. الحمد لله رب العالمين، لما نقول الحمد لله هل هذا المعنى تام ولا مو تام؟ تام. الحمد لله كلها لما نقول الحمد لله.
انتبهتوا؟ فهذا وقف ايه؟ حسن، يوقف عليه، لكن لا يبتدأ بما بعده. ليس لك أن تقول الحمد لله رب العالمين، لا، أنت ما أخطأت بالوقف، أخطأت بإيه؟ بالبدء. كان عليك أن ترجع الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وضح؟ بسم الله مو غلط، لكن غلط أنك تقول الرحمن الرحيم، هذا الغلط. إذا قلت بسم الله ووقفت لأمر ما تعود فتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرى على اللوحة هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى إيه؟ تام، كما ذكرنا بسم الله الحمد لله، هذه كلها معاني تامة يوقف عليه ما في مانع، ولا يبتدأ بما بعده. انتبهنا؟ إلا أن يكون رأس آية. رؤوس الآية طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها فعلى العين والرأس. عرفتوا كيف؟ يعني بالفاتحة نحن بنقول الحمد مبتدأ مرفوعة، الحمد لله رب العالمين، ونقف ثم نقول الرحمن ونبدأ بمجرور. كيف بدأنا بمجرور؟ كيف؟ لأنه رأس آية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كيف وقفنا على رب العالمين وبدأنا مالكي مجرورة؟ كيف بدأنا بمجرور؟ رأس آية. رؤوس الآية مستثنى، هكذا أنزلها الله. قال ربنا لنبيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فاتبع النبي بأبي وأمي القراءة التي تعلمها من جبريل بتعليم رب العالمين، وهذا مدح كبير من ربنا جل جلاله لسيدنا جبريل، لأنه جعل قراءة جبريل قراءة له، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن الذي قرأه من؟ جبريل. هذا غاية المدح لجبريل عليه السلام. وضح؟ إذا كان المعنى تام يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، إلا أن يكون رأس آية. نحو بسم الله، كل كلمة حمراء الوقف عليها حسن، يوقف عليها ولا يبتدأ بما بعدها، مثل بسم الله، مثل الحمد لله كما ترون، مثل إيه؟ شو هي؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا رأس آية في الدنيا والآخرة. هل أقف على تتفكرون؟ أقف. هل أبدأ بما بعدها؟ نعم. ما الذي سوغ البدء مع أن المعنى مترابط؟ كونها رأس آية. لو كانت غير رأس آية لا يصح أن نقول تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال ربنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما معناها؟ لا، يعني تمرون عليهم مصبحين وبالليل، تمروا هكذا وتمروا هكذا، فالمعنى مترابط، لكننا وقفنا على مصبحين. ليه؟ رأس آية. وضح؟ الوقف الرابع والأخير شو هو؟ القبيح. الوقف القبيح أيها الإخوة أن يقف على معنى ناقص أو معنى مرفوض. انتبهتوا؟ الناقص مثل إيش؟ كما ذكرنا منذ قليل، باسم، هذا معنى ناقص. الحمد هذا معنى ناقص. انتبهتوا؟ لكن مثلا المعنى المرفوض وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. صار كأنه يوسف أكل المتاع. تركنا يوسف عند متاعنا فأكله. عرفتوا؟ هذا شو اسمه؟ قبيح. أولئك جزاؤهم جنات تجري. لا يا حبيبي، التي تجري هي الأنهار مو الجنات. فإذا قلت جنات تجري يعني صار الجنات يلا عم تجري. لا، لم يرد ربنا ذلك. قال جنات
تجري من تحتها الأنهار، تجري فعل مضارع والأنهار فاعل مرفوع. انتبهتوا؟ فلا يقول أحدنا جنات تجري، هذا وقف إيه؟ قبيح، هذا المعنى مرفوض. انتبهتوا؟ وأقبح ما يكون إذا كان يتعلق بالله عز وجل، هذا أقبح ما يكون. عرفتوا؟ مثل إيش؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. استغفر الله العظيم. شو ذهب الله؟ ذهب الله بنورهم، يعني الله جعل النور يذهب، مو ذهب الله. إن الله لا يستحيي. استغفر الله. إن تعمد المعنى كفر، إن تعمد المعنى، لكن عن جهل، الجاهل يعلم. احفظوا القاعدة، الجاهل يعلم مو يكفر. عرفتوا؟ الجاهل يعلم. واحد عم يقول لك أنا مسلم وغلط، شو بتعمل؟ تقول له أنت كافر؟ استغفر الله العظيم وأتوب إليه. شو بتقول له؟ قلت له لا يا أخي يا حبيبي، هذه ما تقرأ هكذا. تتلطف معه في الجواب، بتقول له هيك بهذا الوقف الذي وقفته فسد المعنى. انتبهت؟ فالجاهل يعلم. نرى الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. إلى هنا هذا السطر الأول مشترك بين الوقف الحسن والوقف القبيح. الوقف الحسن والوقف القبيح، السطر الأول مشترك بينهما، هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي وإيه؟ معنوي. لكن ذاك يعطي معنى تاما، هذا قبيح. عرفتوا؟ الوقف الحسن يعطي، الوقف عليه يعطي معنى تاما، والقبيح يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. انتبهتوا كيف؟ والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا، لا يتعمد الوقف عليه، لا يتعمد، لكن وقف يا أخي، نسي، سهى، خربت الدنيا؟ ما خربت الدنيا. وله الوقف مضطرا، قال إمامنا الجزري وله الوقف مضطرا، بس ماذا يفعل؟ ويبدأ قبله، بيرجع إلى الوراء. ديننا دين يسر أيها الإخوة، ديننا دين يسر ولله الحمد، الحمد لله على نعمة الإسلام. ولا يتعمد الوقف عليه، فإن وقف عليه مضطرا مع كونه معنى ناقص أو خاطئ. تصوروا، فإن وقف عليه مضطرا شو بيعمل؟ أعاد. مثل الحمد لله رب العالمين، لو وقف على رب، الحمد لله رب، شو بنقول له؟ ارجع يا أخي، ارجع وجيب المعنى مترابط. إن الله لا يغفر، هذا معنى مرفوض، معنى خاطئ. الله بيغفر، مو إن الله لا يغفر. أمر واحد لا يغفره الله وهو أن يشرك به، أما ما عدا ذلك يغفر جل جلاله، مين بيمنعه؟ فإن وقف هنا شو بنقول له؟ لا تفعلها يا أخي مرة ثانية، الله يرضى عليك، وارجع وقول إن الله لا يغفر وإن شرك به. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، نقول له لا يا أخي الله يهديك، لا تقف هون بارك الله فيك، انتبه للمعنى. هالمرة مشينا لك يا هالمرة الجاية بلطشك كف. شو وين الدكتور؟ بلطشك كف حلوة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مرة ببرنامج كيف نقرأ القرآن اتصلت وحدة بدها تقرأ، تفضلي، قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، وقفي بقى. أنا بتعرفوني الله يهديني يعني، قلت لها شلون ما ناكل يا أختي؟ بدنا ناكل. ربنا بيقول للناس يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، ما بيقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. انتبهنا؟ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. لو وقف هون واقف شو صار المعنى؟ يعني إنه يوسف أكل المتاع.
مرة أخ عم يقرأ علي من شي 40 سنة: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث. قلت له: حدث أكبر ولا أصغر؟ أنتوا دارسين فقه طبعا، تعرفوا الحدث الأصغر والحدث الأكبر. شو لا تسألني عن شيء حتى أحدث. انتبهتوا؟ يعني أحيانا القارئ يفسد المعنى بإيش؟ بدون ما يشعر، بده يكون منتبه. طب ضاق نفسه شو يعمل؟ يقول حتى: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى. قول حتى واسكت يا أخي، بلاش الكلمة اللي بعدها. هذا هو الوقف القبيح. نعيد مع بعض: الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لا لفظي ولا معنوي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما، يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو خاطئا. هي أربعة بس. انتبهتوا؟ قاعدتان في الوقف: أولا، الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا. بأبي وأمي كان يقرأ ويقف على رؤوس الآية، ونحن أمرنا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فالوقف على رؤوس الآية سنة. ثانيا، ليس في القرآن وقف واجب. هذه من رحمة الله بالأمة. ليس كلمة في القرآن يجب على كل المسلمين أن يقفوا عليها، فإن لم يقفوا فهم آثمون. ما في. عرفتوا؟ يعني أنا أستطيع أن أقرأ الفاتحة فأقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأستطيع أن أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أستطيع أن أفعل هذا وأستطيع أن أفعل. الأمر واسع. الأمر واسع. ما في كلمة في القرآن يجب الوقف عليها وجوب شرعي يعني، أو حرام شرعي. الواجب يأثم تاركه، والحرام يأثم فاعله. واضح؟ لا في هذا ولا في ذاك، إلا ما أفسد المعنى. اللي أفسد المعنى على الإنسان أن يتجنبه. خذوا مثلا آخر البقرة، بعض إخواننا يقولوا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. شلون كما حملته؟ حملته هي؟ ما بصير هذا الكلام. قول كما واسكت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذا نفسك يكفي أكملها، ما يكفي وقف على كما، لا تقف على حملته، لأنها مفسدة للمعنى وبحق المولى الجليل سبحانه وتعالى. تنبيهات هي مفيدة جدا وتريحكم، لكن كلها مبنية على معرفة الإعراب. كلها مبنية على إيه؟ على معرفة الإعراب. لا يوقف على الفعل دون فاعله. مر معك فعل والفاعل لم يأتي، لا تقف. لا تقل فأوجس في نفسه أو فأوجس في نفسه خيفة. مين هذا اللي أوجس في نفسه خيفة؟ موسى هو الفاعل. انتبهتوا؟ ولا على الفاعل دون مفعوله. إذا في فعل وفاعل والمفعول ما جاء. وأقيموا، هلا أقيموا فعل وفاعل،
أقيموا فعل أمر والفعل هي الواو. طب وين المفعول به؟ الصلاة، ما ذكرها. إذا لا يوقف على الفاعل دون مفعوله، ولا على حرف الجر دون مجروره. طبعا لا يوقف عمدا، انتبهوا، اضطرارا اعمل اللي بدك اياه، اضطرارا افعل ما تشاء، اضطرارا ضاق نفسك يا أخي، لكن شو بتعمل؟ ويبدأ قبله كما قال إمامنا الجزري. هاي لما بنقول لا يوقف يعني لا يتعمد. كل هذا اللي مذكور أمامكم معناها لا يتعمد. انتبهنا؟ في حرف جر وفي مجرور بعده، لا تقف على حرف الجر عمدا. انتبهتوا؟ ولا على المضاف دون المضاف إليه، ولا على المبتدا دون خبره، ولا يوقف على الموصوف دون صفته، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على صاحب الحال دون الحال، ولا على العدد دون المعدود، ولا على المؤكد دون التوكيد. انتبهتوا؟ علامات الوقف في المصحف. إذا بدكم ترتاحوا أي علامة وقف بتجيكم وقفوا عليها. تجدون في المصحف ميم، وتجدون جيم، وتجدون قلا، وتجدون صلة. هدول الأربعة أي وحدة بتجي لك حبيت توقف وقف. هذه بس يعني للمفاضلة، وكلها مبنية على المعنى، كلها مبنية على المعنى. ميم علامة الوقف اللازم، لا تظنوا بأنه لزوم شرعي، لزوم اصطلاحي، والقصد بيان المعنى. القصد شو؟ بيان المعنى. مثلا خليكم معي شوي، نستوا صح؟ والله الحق معكم الجو حر. من قواعد العرب في الكلام إذا جاء ضمير هو يعود على أقرب اسم مر. مين أقرب اسم؟ الضمير يعود عليه. يعني إذا قلنا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال، شو بتفهم أنت؟ أنه اللي قال هو الله، لأنه مين أقرب؟ وقال وين الفاعل؟ ما ذكر. أقرب واحد مين؟ الله. لذلك العلماء بيحطوا على لفظ الجلالة مين. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، ثم تبتدئ وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فآمن له لوط، بتلاقي عليها ميم. وقال إني ذاهب إلى ربي. ليش في ميم؟ لأنه اللي قال هو إبراهيم وليس لوط. لو كان لوط هو الذي قالها ما في داعي للميم. انتبهتوا؟ فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي. وضح؟ نرى على اللوحة علامة الوقف اللازم، وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا. شايفين؟ دائما نؤكد حتى ما حدا ذهنه يبعد، بمعنى يأثم تاركه، وإنما هو لزوم اصطلاحي حتى يفصل القارئ بين معنيين. فمثلا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، نجد عليها ميم، ثم يقف القارئ ثم يبتدئ والموتى يبعثهم الله. الموتى مبتدأ، الموتى مالهم يبعثهم الله. انتبهتوا كيف؟ ولو وصل لأوهم أن الاستجابة، لأنه قال إنما يستجيب، لأوهم أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمعون ومن الموتى، وهو غير صحيح. الموتى ما يستجيبون، أليس كذلك؟ لا، هذه في بعض المصاحف بيحطوها إما يقصدون بها لا تقف أو يقصدون بها لا تبدأ.
إما يقصدون بها لا تقف، وأحيانا شو يقصدون بها؟ لا تبدأ. علامة الوقف الممنوع لعدم تمام المعنى، كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. إيه ماله الذي جاء بالصدق وصدق به؟ ماله؟ ما عرفنا شو وضعه. أولئك هم المتقون. فجملة أولئك هم المتقون في محل رفع خبر المبتدأ الذي، فلا يفصل بين المبتدأ وخبره، فلا يصح الوقف على وصدق به، لأن والذي مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون، ولا يصح فصل الخبر عن المبتدأ. قيل، نجد أيضا في المصحف علامة قيل. هذه كلمة منحوتة. منحوتة يعني يأخذون جملة وينحتون منها كلمة. انتبهنا؟ قيل علامة جواز الوصل مع كون الوقف أولى. انتبهتوا؟ كقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هنا يجوز إيش؟ الوصل، لكن الوقف إيه؟ أولى. كذلك جزاء الكافرين يصح وصل فاقتلوهم بما بعده. ليه؟ لارتباط المعنيين، ولكن الوقف عليه أولى للفصل بين الحكم وتعليله. فإن قاتلوكم فاقتلوهم هذا حكم، كذلك جزاء الكافرين هذا تعليل. انتبهتوا؟ العلامة التالية صلة. الجيم راحت. وين راحت؟ وجدتها. جيم علامة جواز الوقف وجواز الوصل، يعني أنت مخير. انتبهتوا؟ هذا بيسموه استواء الطرفين. بدك توصل صل، بدك توقف وقف. أما قيل يصح الوصل والوقف أولى، صلة يصح الوقف والوصل أولى. انتبهتوا؟ أما جيم افعل ما تشاء. علامة جواز الوقف وجواز الوصل كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يصح جعل جملة وهو العزيز الغفور حالية. إذا جملة حالية معناتها الوصل أحسن، مرتبطة بما قبلها، فيجوز وصلها به. ويجوز جعلها مستأنفة، جملة مستأنفة يعني جديدة. انتبهتوا كيف؟ فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها. هذه هي الجيم. فأنا ريحتكم، أي علامة بتجيلك وقف عليها. ميم، جيم، صلة، قلة، وقف. لا تقف عليها، وإن وقفت لا تبدأ بما بعدها. ارجع واربط الكلام بعضه ببعض. هذه صلة ما تكلمنا عنها، صح؟ علامة جواز الوقف مع كون الوصل أولى. يصح الآية الكريمة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني هذه الجملة شديدة التعلق بما قبلها، إن فصلت بيمشي الحال، لكن الأحسن إنك شو تعمل؟ توصلهم ببعض. يصح جعل جملة فارجع البصر هل ترى من فطور مستأنفة، وبالتالي يبتدأ بها، إلا أن التحدي في قوله فارجع البصر هذا تحدي. راجع لمين؟ إلى خلق الرحمن في الجملة قبله، مما يجعل الوصل أولى لشدة الاتصال بين المعنيين. وقف التعانق هذا كان يضعوه في المصاحف، الآن عم يقللوا منه في المصاحف الجديدة. شو معنى التعانق؟ يعني لك أن تقف هنا ولك أن تقف هنا. إذا وقفت على الأول لا تقف على الثاني، وإذا أردت أن تقف على الثاني لا تقف على الأول. بنجيب مثال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. انتبهتوا؟ إن قلت الأول صحيح وإن قلت الثاني صحيح. طب أين الخطأ؟ الخطأ أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أن تقف على كليهما، على النقط الثلاث وعلى النقط الثلاث.
انتقي واحدا، إما الأول أو الثاني، أو لا توقف بالمرة، إذا وصلت أيضا بيمشي الحال. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب امشي. علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر، كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وضح؟ هل لي أن لا أقف؟ نعم لك أن لا تقف. هلا مثلا عندك بالمائدة فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم. انتبهت كيف؟ لك اعمل اللي بدك إياه. اللي لا تعمله أن تقف على الاثنين معا. انتبهتوا؟ في حدا بردان؟ في حدا بردان؟ ما في برد؟ إيه الحمد لله، اشكروا الله إنه ما في برد. شو هذا عم يكرج كرج هذا. طيب في عنا موضوعين يتعلقوا بالوقف. الموضوع الأول أيها الإخوة أن بعض الكلمات في المصحف الشريف كتبت موصولة. عرفتوا؟ يعني هن كلمتين، هما كلمتان، لكن في المصحف كتبتا إيش؟ مع بعض. يعني مثلا أن لا، من ما، في بعض المواضع كتبت ألا على نية الإدغام، ألف لام ألف ما في نون، على نية إيه؟ الإدغام. من ما في بعض المواضع شو كتبت؟ مما موصولة، وفي بعضها الآخر من ما. طب شو نعمل؟ عند الوقف الاضطراري أو الاختباري. اختياري ما في وقف، اختياري ما في وقف لأنه ما تم المعنى. لكن اختباري أو اضطراري ماذا نفعل؟ نقف بحسب الرسم. كان حفص يتبع خط المصحف، كان حفص يتبع خط المصحف، مكتوبة موصولة مع بعض هيك، قف على الثانية منهما. مكتوبة مفصولة، لك أن تقف على الأولى ولك أن تقف على الثانية. هذا أمر. الأمر الثاني، في عندنا كلمات هي آخرها هاء التأنيث، هاء التأنيث، مثل رحمة، جنة، نعمة، آخرها هاء التأنيث. في بعض المواضع مكتوبة بالتاء المبسوطة. عرفتوا؟ مثلا أهم يقسمون رحمة ربك، افتحوا المصحف بتلاقي مكتوبة رحمة بالتاء المبسوطة. في الوصل ما في إشكال، في الوصل سنقول أهم يقسمون رحمة ربك، لكن المشكلة وين؟ عند الوقف. فكان حفص يتبع خط المصحف، وانت افعل كما كان يفعل حفص. مكتوبة بالتاء المبسوطة واضطررت أو اختبرت، شو بتوقف؟ بالتاء المبسوطة. أهم يقسمون رحمة، لكن لا تتعمدها، لا تتعمدها، خاصة إذا أنت إمام. لا تعمل شطارة على المصلين. أهم يقسمون رحمة، لا، ما بصير هذا الكلام. خاطب الناس بما يعرفون. انتبهتوا؟ أهم يقسمون رحمة ربك، هنا تمام، لكن للعلم بالشيء. إذن خلاصة الكلام، ماذا كان يفعل حفص؟ كان يتبع خط المصحف في المقطوع والموصول. فإن كان مقطوعا له أن يقف اضطرارا أو اختبارا على الأول أو على الثاني، مخير. وإن كان مرسوم الكلمة بالتاء المبسوطة يقف بالتاء المبسوطة اضطرارا أو اختبارا ولا يتعمد. أما إن كان مرسوم بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء. فبما رحمة من الله لنت لهم، نقف عليها فبما رحمة. انتبهتوا؟ مثل خط المصحف. صعبة؟ قاعدة حفص في الوقف الاختباري أو الاضطراري:
كان حفص يراعي رسم المصحف في الوقف على ما كتب مقطوعا أو موصولا من الكلمات القرآنية، فيصح أن يقف القارئ مضطرا أو مختبرا على الكلمة الأولى أو الثانية مما رسم في المصحف الشريف مقطوعا، نحو أن، لا، من، ما، عن، ما. أما ما رسم موصولا من ذلك فيقف على الكلمة الثانية فقط، نحو ألا، مما، عما. واضحة؟ أمثلة على الوقف الاختباري والاضطراري. عندنا ما حذفت منه الألف. في عندنا أيها الإخوة 3 كلمات في القرآن أصلها أيها. شو أصلها؟ أيها، لكن كتبت في الخط بدون ألف طويلة على نية الوصل، لأن بعدها ساكن فتسقط ألفها للتخلص من التقاء الساكنين. كتبت من غير ألف طويلة على نية الوصل. 3 مواضع. الموضع الأول في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها، هذه يوقف عليها أيها. في الوصل أيها قولوا ورائي: أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أيه، يا أيها الساحر، يا أيه، هذه بسورة الزخرف. أيها الثقلان، أيه، هذه بسورة الرحمن. أيضا عندنا فيما أنت من ذكراها، أصلها فيما أنت من ذكراها، كتبت من غير ألف. خذوا قاعدة: ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر حذفت ألفها. انتبهتوا؟ كل ما قبلها حرف جر تحذف ألفها في الخط. بما، فناظرة بما يرجع المرسلون. لما مثلا لما قتلتموهم، لم. انتبهتوا كيف؟ نرى على اللوحة: فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها، فيم، بما يرجع المرسلون، بما يرجع المرسلون، بم، مما خلق، مما خلق، مم، لا يتعمد. ما حذفت منه الواو. هذه أمثلة، لاحظوا هذه أمثلة مو للحصر، تمثيل. ويدعو الإنسان، يدعو أيها الإخوة فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، لكنها كتبت في المصحف هكذا من غير واو. فإذا وقفنا اضطرارا أو اختبارا نقف بدون واو. ليه؟ اتباعا للرسم. ويدعو الإنسان، ويدع، ويمحو الله الباطل، ويمح، يوم يدعو الداع، يوم يدع، سندع الزبانية، سندع، وصالح المؤمنين، وصالح، ما حذفت منه الياء. وما أنت بهادي العمي، هادي بوزن فاعل، هادي فاعل، لكنها كتبت بدون ياء على نية الوصل، لأنها في الوصل تسقط الياء للتخلص من التقاء الساكنين. يلا مع بعض: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، بهاد، إن يردني الرحمن، إن يردن،
من هو صال الجحيم من هو صال الجحيم من هو صال من هو صال فما تغني النذر فما تغن وله الجوار المنشآت وله الجوار الجوار الكنس الجوار طبعا الجواري أصل الجواري هكذا أصلها فواعل. انتبهتوا؟ طيب أمثلة ما حذفت منه الياء. وسوف يؤتي الله وسوف يؤتي الله وسوف يؤت وسوف يؤتي شايفين كم هي ثقيلة؟ واخشوني اليوم واخشوني اليوم واخشون هذه بالمائدة. بالبقرة واخشوني فيها ياء. ننجي المؤمنين ننج بالوادي المقدس بالواد على واد النمل على واد من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الواد يوم ينادي المناد يوم يناد لهادي الذين آمنوا لهاد. أمثلة على ما رسم مقطوع وموصول. أيما تدعو أيا أو أيما الياسين. هذه الياسين بسورة الصافات كتبت هكذا كما ترون، ال لوحدها وياسين لوحدها، لكنها كلمة واحدة على قراءة حفص، كلمة واحدة بمعنى وزنها إفعاليل. الياسين إفعاليل. انتبهتوا؟ كلمة واحدة الياسين. أما في قراءات أخرى آل ياسين، سلام على آل ياسين. فعلى تلك القراءة آل صارت كلمة مثل آل فرعون، يعني عرفتوا كيف؟ آل عمران. وياسين كلمة ثانية. على تلك القراءة لك أن تقول سلام على آل على تلك القراءة. أما أنتم قرأوا الياسين بوزن إفعالي. ولا تحين مناص ولات فما لهؤلاء هذه لك أن تقول فما أو فمال فما للذين لك أن تقول فما أو فمال. كالوهم كلمة واحدة بسورة المطففين. كالوهم ليس كالوا هم، لا، مع بعض. كالوهم وزنوهم يا ابن هي أصلها 3 كلمات. يا ابن أمي، يا ابن أمي، 3 كلمات دمجت مع بعض. يا ابن قال ابن قال ابن. لاحظتم؟ يا ابن لم نقف إلا على آخرها لأنه مكتوبة إيه؟ مع بعض. بينما قال ابن وقفنا على ابن لأنها مكتوبة إيه؟
مفصولة. يوم هم بارزون. يوم هم بارزون. يوم هم على النار. يوم هم على النار. يوم بينما مثلا يومهم الذي يوعدون، يومهم الذي فيه يصعقون، هذه يومهم كل ايه؟ كلمة واحدة. نرى على اللوحة وجاءت موصولة في 5 مواضع، منها يومهم الذي. هذا المواضع ال5 اللي منها يومهم الذي لا نقف إلا على ايه؟ على آخره. يومهم. تنبيه: كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف موصولتين بما بعدهما، ولا يوقف عليهما بل يوقف على ما بعدهما. ليه؟ لاتصالهما رسما، نحو يا أيها. ليس لنا أن نقول يا، ليس لنا. ليه؟ باللغة صحيح، باللغة صحيح، لكن بالقرآن لا. عرفتوا كيف؟ لأنه موصولة. يا مريم باللغة لك أن تقول يا، لكن بالقرآن بتقول يا مريم لأنها كتبت كما ترون. موصولة. أيضا ها أنتم هؤلاء، كذلك هذا. هلا هذا كلمتين، ها للتنبيه وذا اسم إشارة، لكن مكتوبة موصولة فنقول هذا مع بعض. انتبهتم؟ ما حذفت منه إحدى الياءين. لا يستحيي أن يضرب مثلا. لا يستحيي أن يضرب مثلا. لا طبعا هذا بس للعلم بالشيء. لا يستحيي، لا تنطقوها. يحيي ويميت. يحيي ويميت. يحيي بوزن يفعل. نعم. لمحيي الموتى. لمحيي أن يحيي الموتى. أن يحيي. الوقف على الهمزة المرسومة ياء. في بعض الهمزات رسمت على ياء، هل تنطق الياء؟ لا تنطق، لا تنطق. ومن وراء حجاب، من وراء. انظروا كيف كتبت، هكذا كتبت. طيب كيف نلفظها؟ من وراء، من تلقاء نفسي. انظروا كيف كتبت، كيف نقرأها؟ تلقاء. وإيتاء ذي القربى، وإيتاء هكذا كتبت. كيف نقف عليها؟ وإيتاء. قولوا ورائي: من وراء حجاب. من وراء. من تلقاء نفسي. من تلقاء. وإيتاء ذي القربى. وإيتاء. الهمزة المرسومة واوا جزاء الظالمين. انظروا كيف كتبت، هكذا، ولكن نقف عليها جزاء عادي. تفتأ نقف عليها تفتأ. شركاء هكذا كتبت، نقف عليها شركاء. واضح؟ أمثلة على الوقف: الوقف على نون التوكيد الخفيفة المكتوبة كتنوين النصب. انتبهوا لهالموضوع هذا. العرب عندهم نونين. كم نون عندهم؟ نونين يؤكدون بهما الكلام. واحدة اسمها نون التوكيد الخفيفة، واحدة اسمها نون التوكيد الثقيلة. شو يعني الثقيلة؟ يعني مشددة. يعني إذا قدامك طالب وهالطالب هذا حباب ولطيف، شو بتقول له؟ اكتب. إذا كان لعاب بتقول له اكتبن. شو بتقول له؟ اكتبن. هذه النون شو اسمها؟ نون التوكيد الخفيفة. إذا كان عفريت شو بتقول له؟ اكتبن.
وفي القرآن في نون توكيد خفيفة وفي نون توكيد ايه ثقيلة. صحيح ولا لا؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هذه ايش؟ هذه ثقيلة، ليسجنن. وليكونن، هذه ايه؟ خفيفة. وضحت؟ طيب هلا انتبهوا، كانت العرب إذا وقفوا على نون التوكيد الخفيفة عاملوها معاملة تنوين النصب فيبدلونها ألفا. انتبهتوا؟ يعني اكتبن يا هذا، فإذا أراد أن يقف يقول اكتبا. شو بيقول؟ اكتبا. قد يقول قائل تلتبس بألف المثنى، الحال يبين أنه ليس مثنى، الحال يبين أنه هذا كم واحد؟ نفر واحد. انتبهتوا كيف؟ ولذلك نجد في القرآن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، كيف كتبت؟ على هيئة التنوين بألف، فإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقول لنسفعا ولا نقول لنسفعا. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا، إذا وقفنا نقف عليها يكونا. قال ابن مالك في ألفيته في النحو عن نون التوكيد الخفيفة: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا، يعني قفا يا هذا، قفا شو بتقول؟ قفا. انتبهتوا كيف؟ نعم. أقرأ واقرأوا ورائي: لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، لنسفعا، لنسفعا، ليسجنن وليكونا، ليسجنن وليكونا، وليكونا من الصاغرين، وليكونا من الصاغرين. طيب آخر شيء مقارنة بين ثلاثة أمور تشبه بعضها. قلنا منذ قليل إن البحث الذي كنا نتكلم به اسمه الوقف، وقلنا الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. طيب إذا ما بدي استأنف القراءة هذا صار اسمه قطع مثل الوقف، لكن بدل ما نقول بنية استئناف القراءة شو بنقول؟ بنية الإعراض عن القراءة. في عنا واحد ثالث يشبه وهو السكت. السكت مثل إيش؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد. هذا قطع صوت لكن بدون تنفس. الوقف والقطع فيهم تنفس إن أحب القارئ، أما بالسكت ما في تنفس. انتبهتوا كيف؟ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. وقيل من راق، وقيل من راق، كلا بل ران على، كلا بل ران على. نرى على اللوحة الوقف قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن ماله يتنفس فيه عادة، لكن بأنه نية؟ بنية استئناف القراءة. السكت قطع الصوت على حرف قرآني، هنا قلنا كلمة، هون قلنا حرف، ذكروني بكرة اشرح لكم إياها. بزمن لا يتنفس فيه عادة يعني بدون تنفس بنية استئناف القراءة. القطع قطع الصوت على كلمة قرآنية، هذه كلمة مثل الأولى، بنية الإعراض عن القراءة، ومحله رؤوس الآي تامة المعنى. القطع وين بده يكون؟ ما بيصير بالنص الآية. انتبهتوا؟ لما أنت عم تصلي إمام ما بيصير بنص الآية تركع، لا تنتقي آيات طويلة وبنصها تركع، انتقي آيات إيه؟ طولها معتدل، وأنهي الآية ثم اركع. إن كنت إماما إذا عم تقرأ في مجلس أيضا أنهي الآية
وإيه واقطع القراءة. ما بيصير من نص الآية، بعض الإخوة الله يهديهم من نصف الآية بينهي القراءة، ما بصير. محله رؤوس الآية تامة المعنى. بهذا يا هذا بكرة إن شاء الله بنحكي على السكتات الواجبة عند حفص، والسكتتان الجائزتان، وتنبيه، ثم الأوجه الجائزة بين الأنفال والتوبة، يعني أشياء مكملة. ماشي؟ بكرة نبدأ من هنا. محمد، نبدأ من هنا بكرة السكتات الواجبة عند حفص من طريق الشاطبية. بارك الله فيكم. سامحوني على الإطالة، سامحونا على الحر. إن شاء الله هذا الحر يقينا حر يوم القيامة إن شاء الله. يعني هذا ولا شيء، هذا ولا شيء أمام كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أليس كذلك؟ بارك الله فيك.